بطاطا سوفلي. بطاطا سوفلي دي أكلة فرنسية، طعمها أنا ما كنتش متخيلة إن هي هتطلع حلوة بالشكل ده. شايفين؟ في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يلا بينا. عندنا هنا بطاطس مسلوقة ومهروسة كويس جدا، نهرسها وهي سخنة، لازم ما نستناش لما تبرد عشان تبقى سهلة معانا. نزلت كده بشوية من البقدونس، الوصفة ما فيهاش بقدونس، دي تركاية من عندي، ومعلقة من الزبدة. وحطيت هنا المفروض ربع كوباية لبن، انا حطيت لبن بودرة علشان تكون متماسكة، ومعلقة من مرقة الدجاج الفورية. تمام. عندي هنا بقى المشروم، بدأت ان انا اقطع المشروم كده بالشكل ده. مشروم فريش جايباه من السوبر ماركت عادي خالص او من السوق. تمام. عندي هنا معلقة زبدة على معلقتين من زيت الزيتون، وبدأت ان انا اشوح البصل، قطعت البصل جوليان والمشروم بالشكل ده، شوحتهم كويس. وبدأت ان انا احط صدر فرخة، حتة صغيرة مش كتير، يعني صدر واحد قطعته بالشكل ده. الوصفة باللحمة المفرومة، وبدأت ان هي تنتشر بالدجاج، حبيت ان انا اعملها بالفراخ او بالدجاج، بتكون طعمها حلو جدا. تمام. هحط بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وشويه كده من الزعتر، افركهم في ايديا كده اطلع ريحتهم الحلوه، وهحط الملح بتاعي وهبدا ان انا اقلب بالشكل ده. تمام. هنزل كده بقرن فلفل، مش سبايس، لا ده فلفل رومي. تمام. هبدا ادهن صينيه كده، حضرت الحاجات بتاعتي، هدهن صينيه كده بايركس او صينيه المونيا، اي صينيه تحبيها، وهرشها بالبقسماط الناعم، بقسماط ناعم كده. وهبدأ ان انا هساوي البطاطس بتاعتي في القعر كده، هعمل طبقة كويسة، وهنزل بالفراخ بتاعتي المستوية في المشروم وفي البصل بالتوابل الجميلة بتاعتنا. والطبقة التانية انا قسمتها بالنص، البطاطس الطبقة التانية هحطها من فوق كده وارصها بالشكل ده بمعلقة كده واسويها، هتتساوي معايا بكل سهولة، ما تخافيش من ان هي يعني تستوي معايا، ان هي تكون يعني تتفرد معايا، تتفرد كويس جدا بمعلقه كده وسويها. الخطوه دي كانت المفروض تتحط مع الفراخ، يعني في وسط البطاطس مع الفراخ، بس انا نسيت فحطيتها على الوش. تمام. يعني في الوسط هتحطي الجبنه الموتزاريلا مع الطبق اللي في النص، وفوق كده رشه من البقسماط الناعم، وهتحطيها في الفرن. حابه تحطي جبنه على الوش زي كده مفيش مشكله، بتطلع برضو طعمه وجميله جدا جدا. شايفين؟ انا طبعا غرفتها سخنه، مش قادره استحمل صراحه ريحتها الجميله، غرفتها سخنه كده، وبالهنا والشفا.